سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. يا صباح الخير والفل والياسمين، يسعد لي صباحكم وكل اوقاتكم يا رب. كيفكم؟ كيف الامور؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو روتين يومي باذن الله. اليوم زوجي اجا من بيروت، اجا الصبح بكير، فقلت لحالي اقوم ساوي معجنات على الفطور، مناقيش زعتر ومحمره. دخلت قدر كيلو طحين وحطيت له ملعقه خميره كبيره وسكر شي 3 معالق صغار وملعقه صغيره ملح، خلطتهم وحطيت شويه زيت ولبن شي 3 معالق كبار وخلطتهم وضفت المي الفاترة وعجنتهم ونعمت العجينة منيح ودهنتها بزيت وغطيتها وحطيتها على جنب حتى تختمر. هو كان لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله، يا ربي خذوا إلي. هلا بدي ساوي صوص المحمرة. بالمقلاية حطيت زيت وبصلة، قليتها شوي وحطيت لها فلفل اسود وكزبرة ناشفة وبابريكا، حمصتهم شوي مشان تقوى طعمة البهارات. بنزل عليها قرنينة بندورة مضغوطة، ما حطيت ملح لان البندورة مملحة، وملعقة دبس بندورة وملعقة دبس فليفلي وملعقة كبيرة حتى البركة، وراح اتركهم يتسبكوا مع بعضهم. الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له، فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وطن. العجينة اختمرت عندي، كورتهم وبلشت رقهم عبين ما يحمى الفرن. رقيت كمية منيحة ودهنت الصواني وصفيتهم بالصينية وحطيت لهم الحشوة ودخلتهم الفرن صينية ورا صينية، كانوا خالصين الحمد لله. بهاي الأثناء فاق زوجي من النوم، قلت له اليوم نفطر بالجناني بما انه الجو حلو والدنيا مشمسة. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله، ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوسعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته، فإن غفرت فما أحلى وأجمله. المهم اخدوا المدة على الجنانة ومدوها فوق وانا كملت المنقوشات. هون عندي آية، اذا ما اشتغلت معي بالمطبخ ما بدنا نعيش، لازم يا تلعب بالعجين يا اما تشارك بالدهن. وبناتي الله يرضى عليهم صبوا الحواضر وغلوا بريق الشاي وطالعوا كل الفطور على الجنانة. انا بس شلت بنتي الصغيرة ولحقتهم، والجو كان كتير كتير حلو وقضينا نص يومنا قاعدين بالشمس. سبحان الله هاليوم كان كأنه هربان من الصيف. فطرنا وطلعت المناقيش ولا أطيب، يعني مو لأني أنا عملتهم بس، والله طلعوا كتير كتير طيبين، والعجينة ولا أروع. أيام أنت بتحب المناقيش؟ ماما نعم ماما.
وهلا بعد ما خلصنا فطورنا وتشمسنا ولعبوا الولاد صار لازم انزل وجهز الغداء. عندي معلقة تون، معلقتين لبن، بسندورة، معلقة ماجي، نص معلقة كاري، نص معلقة زنجبيل بودرة، ربع معلقة قرفة ناعمة، فلفل حمرا، فلفل اسود ملعقة صغيرة، نص معلقة كركم، عصير ليمون، وربع كوب زيت. نحط المواد مع بعضها. ما ننسى معلقة الملح. ننزل الدجاج، وهاي معلقتين خل لاني نسيتها. الآن أقل شي ساعتين وبروح نعمل الدي. هون قشرت البطاطا وقطعتها وحطيت لها ملح وثوم وبودرة ماجي وكمون ورشة فلفل أسود وزيت زيتون وخلطتهم وصفيت الدجاج فوق البطاطا وبوجهها على الفرن. وهيك استوت الصينية وشربنا حدا لبن عيران والحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. بسم الله الكريم ناخذ هيك ممكن شيء صاحبه. يلا نشوف. بسم الله. ماشي طيب. عصير ليمون. ممكن شيء صاحبه. وبآخر السهرة قلت خليني اساوي كيكة سريعة مشان ياخدها مع زوجي على شغله. كيكة السفن اب، حطيت بيضتين وبرش برتقان وزر فانيليا وملعقة خل ابيض، هدول المكونات الثلاثة مشان يقتلوا زنخة البيض. حطيت 3/4 الكاسة سكر وخلطتهم منيح ونص كاسة زيت وقنينة سفن اب. برجع بخلط المواد مع بعضها وبنزل عليهم كاستين ونص طحين منخولين وظرف بيكنج بودر ورشة ملح صغيرة. بخلطهم وبنزلهم بقالب مدهون ومرشوش بالطحين وبدخلها على الفرن. الفرن محميته مسبقا على درجة حرارة 200 وبشغل عليه من تحت بس من تحت وبعيرله نص ساعة لحتى يرتفع على الآخر. وبس استوى بعد نص ساعة بشغل عليه شوي من فوق حتى يتحمر الوجه. هاي الكيكة نفس الكيكة اللي عملتها قبل هلا وموجودة على القناة، بس هون بدل كوب الحليب حطيت لها قنينة السفن اب يعني قدر كوب، بس النتيجة بتكون ممتازة واحسن من الحليب بكتير. وبعد ما صار الكيكة جاهزة ما فيني اوصف لكم الريحة والهشاشة واكيد الطعمة ولا اروع.
لهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بحب رحب بكل المشتركين الجداد وبقولكم نورتوا قناتي وأهلا وسهلا فيكم. وإذا عجبكم الفيديو وكنتوا جداد على القناة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس. بحبكم كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإن ضاق أمر به فرجا. وأي الخلائق إلا غدا إلى الله مفتقرا أحوجا. فبالله فاستغن عن خلقه فلا نفع من غيره يرتجى. ووجه بصدق إلى بابه فلم يلفه مرتجا. إليه التجئ وارتجي إنه هو المرتجى وهو الملتجى. وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا. ونفسك من شؤمها صفها وكل دسائسها مخرجا. ومن ذل عصيانها اخرج بها إلى عز طاعات رب الحجا. إذا خالت النفس من إثمها